خواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم مبروك وعيدكم مبروك. آسفة لتأخري وهذا الانشغال عنكم. اليوم راح أقدم لكم إن شاء الله عشاء خفيف يصلح ليالي الصيف، وهو قطع دجاج في الفرن مشوية بصلصة الباربيكيو. أولا أخذ قطعة دجاج وأضعها في مول بعد أن فرشت عليه قطعة ورق ألمنيوم. وضعت قليل من الزيت فقط حتى لا يلتصق. ثم قد وضعت بلمسة من عندي، وضعت مبشور الليمون عليه حتى يعطي نكهة جميلة. وثم أخذ تابل الدجاج الذي كنت حضرته عندي، وملح طبعا. ثم بشرت عليها جوزة الطيب. بعد أن وضعت كل هذه المواد، أقلب القطع الدجاج حتى يدخلها التوابل والملح. ثم أضعها في فرن ساخن جدا، وأتركها تقريبا نصف ساعة حتى يخرج منها الماء والشحم في الدجاج. هنا أخرجت الدجاج من الفرن، وأخذت قليل من صلصة الباربيكيو التي كنت حضرتها في المنزل. لو أردتم أن أعطيكم الوصفة اكتبوا لي في التعليقات حتى أحضرها في فيديو خاص. أخذ صلصة الباربيكيو وأضع أدهن قليل فيها بالدجاج وأقلبه. بعد أن وضعت في كل القطع صلصة الباربيكيو وقلبته جيدا، أرجعها إلى الفرن وأتركها تقريبا 20 دقيقة، ثم أخرجها مرة ثانية
وأضيف وأقلب وأضع كذلك القليل من الصلصة على الدجاج، أو هذا حسب الذوق. يعني أنا أحب أن أكثر من هذه الصلصة، ثم أرجعه مرة ثالثة إلى الفرن. هنا أخرجته مرة أخرى من الفرن ووضعت كذلك الصلصة، آه، وقلبت وأرجعته إلى الفرن مرة رابعة. بعد أن نضج الدجاج بهذه الطريقة كما ترون، كانت تبعث منه رائحة طيبة وجميلة جدا. هنا بعد أن وضعته على مائدة التقديم، قدمت معه سلطة جميلة من الخضر، فيها فاصوليا خضراء بعد أن غليتها بالملح، ماء وملح، ثم غسلتها بماء بارد وقطعتها. قطعت مع قطعة من الخيار طوليا، وقطعة طماطم كذلك طوليا، ووضعت عليها صلصة فيها خل وزيت وقليل من الزعترة وقدمتها. أتمنى أن تعجبكم هذه كيفية العشاء البسيط، وأن تشتركوا في قناتي وتجعلوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.